النهاردة هنتكلم عن كيفية تكوين السؤال. وأنا قلت قبل كده إن أنا عندي نوعين من الأسئلة، وذكرت في الفيديوز اللي فاتت إن أنا عندي السؤال بهل اللي هو بيبدأ بفعل مساعد. النهاردة هنتكلم عن السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام، وده بيتم حذف جزء من الإجابة وبستخدم أداة الاستفهام المناسبة بدلا من هذا الجزء اللي تم حذفه. وبيكون شكل السؤال كالآتي: question word auxiliary verb subject and main verb، وبعدين تكملة الجملة. أداة استفهام فعل مساعد فاعل وفعل أساسي. For example, where did you go yesterday؟ where هنا ال question word كلمة الاستفهام، did هو ال auxiliary verb هو الفعل المساعد، وبعدين you هو الفاعل، وبعدين go هو ال main verb، وبعدين تكملة الجملة بقى سواء ظرف زمان ظرف مكان أيا كان. How do they go to أسوان؟ إزاي هم راحوا أسوان؟ أداة الاستفهام how، الفعل المساعد do، الفاعل they، الفعل الأساسي go، أدي تكملة الجملة to أسوان. فأنا عندي لازم تبقى عارف إن أنا تتكون الجملة من إيه أو السؤال بيتكون من إيه. أول خطوة عندي هي أدوات الاستفهام. إحنا هناخد مع بعض النهاردة إيه هي أدوات الاستفهام وكل أداة استفهام بتستخدم في غرض إيه. أول كلمة عندي هي ما أو ماذا وات، ودي بستخدمها للسؤال عن غير العاقل أو الأفعال بمعنى أصح. تاني كلمة هي where، ودي بستخدمها للسؤال عن المكان. الكلمة التالتة عندي هي when، ودي معناها متى، ودي بستخدمها للسؤال عن الوقت. أنا عايزاك تكتب ورايا كل الحاجات اللي أنا بقولها عشان تتحفظ، وأول ما هتحفظها أنت هتقدر تحل سؤال الكونفرزيشن المحادثة بكل سهولة. لماذا why أنا بستخدمها للسؤال عن السبب أو الغرض. أيهما أو أي which، ودي بستخدمها للتخيير بين اتنين سواء بقى أشخاص أشياء حيوانات أيا كان. بعد كده هقولك إن أنا عندي whose معناها لملك من أو لمن، ودي بستخدمها للسؤال عن المالك أو صاحب الشيء. اللي بعدها who أو whom، ودي بستخدمها للسؤال عن العاقل، من للعاقل سواء كان فاعل أو مفعول. وهتلاقي في فيديوز من الفيديوهات اللي أنا حطاها إن هو بستخدمها للعاقل سواء فاعل أو مفعول، أما whom للعاقل المفعول فقط. بعد كده كلمة هاو، وكلمة هاو معناها كيف، ودي بستخدمها للسؤال عن الحالة أو الوسيلة. بعد كده هاو لونج بستخدمها بمعنى كم المدة أو كم الطول الأفقي. هاو often معناها كم مرة، وبتساوي لي معنى كلمة هاو many times كم عدد المرات، ودي للسؤال عن عدد مرات تكرار حدوث الشيء. هاو much معناها كم التمن أو كم الكمية. هاو old معناها كم العمر. هاو many معناها كم العدد. هاو tall معناها كم الطول الرأسي، ودي بسأل بيها عن طول الناس أو الأشجار أو الأبراج أو المباني، حاجة واقفة رأسيا. هاو high كم الارتفاع، ودي بستخدمها للسؤال عن ارتفاع الأشياء. هاو heavy كم الوزن. what kind ما النوع. what time ما الوقت. what color ما اللون. دلوقتي عرفنا أهم ال WH questions. Just remember كل كلمة منهم ليها استخدام مختلف. لو حابب تتعلم أمثلة وتمارين أكتر استناني في الفيديو اللي جاي. See you in the next video.